أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عاطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة، يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. شايفين طبق التوم البودر ده؟ تخيلوا كل الكمية دي ب5 جنيه. صدقوني ب5 جنيه، وطعمه بقى وريحته مش قادرة اقول لكم، ريحته قوية جدا ومالية الشقة. يلا بينا بقى نشوفوا التوم اللي بسعره قليل قوي ده اتعمل ازاي. كنت رايحة اشتري توم باودر، لقيته مخلوط مع دقيق ذرة. معقولة يعني الغش وصل للدرجة دي؟ صدقوني فيت دقيق الذرة كانت واضحة فيه قوي. فوانا ماشية في السوق لقيت كيلو التوم القديم الناشف ب5 جنيه. معقولة ب5 جنيه؟ رحت اخده كيلو، قلت اعمله توم باودر. فجبت الكيلو التوم زي ما انتوا شايفين، هو كان حبات كبيرة وصغيرة عشان اكون صادقة معاكم، ما هو ب5 جنيه بقى. المهم رحت بقى ماسكاه مفرطاه زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه اقول لكم ان انا هقول لكم على طريقه البصل البودر بطريقه سهله وبسيطه قوي، وهقول لك ازاي تفرزي التوم بكل سهوله، مش هتتعبي خالص. كل ده هقوله لكم، فشوفوا الفيديو الاخر يعني ثواني فيه، لانه كله معلومات مفيده وهتريحك قوي في استخدامك للتوم والبصل البودر. وبرحب بضيوفي الجداد، بجد شرفتوني ونورتوا القناة، ويدوم وصلكم. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وتعالوا بقى نجرب مع بعض ان احنا نعمله في الكبة. فقالوا ان الاداة الصغيرة البلاستيك دي بتقشر التوم. نجرب. حطيتها وجربتها، لقيتها بالامانه لا، مش بتقشر ولا حاجه، ما قشرتليش التوم لا. فاضطريت بقى اشيلها واحط الشفرات بتاعت الكبه العاديه، وركبتها وفرمت فيها التوم. وفعلا اتقشر منه نسبه كبيره، شايفين اهو، واضح اهو، اتقشر منه نسبه كبيره قوي اهو، شايفين القشر بتاعه. سهل عليا قوي قوي موضوع التقشير، لان هو فيه توم صغير. فزي ما انتوا بقى شايفين كده، يعني اتقشر منه نسبة كبيرة، وبقيت بقى انقي اللي ما اتقشرش واحطه تاني في الكبة وفرمته تاني برضو واتقشر. بس كده. والمفروض بقى ان هو يتقطع شرايح رفيعة جدا. انا بقى يعني مش هقعد اقطع ده كله يعني، فقلت اجرب الشفرة بتاعت تقطيع الشيبسي. فحطيته بقى كده، وقلت اجرب كده بسم الله. ولقيته بيتفرم اهو زي ما انتوا شايفين، بينزل تحت مفروم، هوريهولكوا دلوقتي. بس في فراغات حوالين الشفرة كده من على الحراف، كانت بتهرب فصوص توم. بس المهم ان هي يعني قطعت لي جزء كبير قوي. هتشوفوها دلوقتي، نسبة كبيرة قوي اتفرمت. ولميت برضو الفصوص، جمعتها ورجعت عملتها تاني. لو عندك بقى الكبة هتعملها بالطريقة دي، سهلة جدا، سهلت عليا قوي. بالأمانة لو كنت هقطع على ايدي صدقوني ما كنتش هعمله، كنت هطبخ بيه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اهي، شايفين؟ وحطيت بقى الجزء اللي بنسند بيه التوم اهو، سهل اكتر. واهو شايفين اتفرم وبقى زي الفل. وهجمع الفصوص دي واعملها تاني، والطريقة دي بجد سهلت عليا قوي قوي قوي. وجبت بقى صاج وفردت فيه ورقة زبدة، واخدت الاجزاء الشرايح اللي اتقطعت وفردتها فيه. ويعني ما تخليش، ما تحطيش كمية كتير عشان التوم يتحمص، لان من نجاح التوم البودر ان هو يتحمص معاكي. طب نفترض ما عندناش الكبة، يبقى نشتري الفصوص الكبيرة. بس ما تجيبيش التوم الصيني، التوم البلدي بتاعنا بس، تشتري الفصوص الكبيرة قوي وتقطعيها شرايح رفيعة قوي قوي على البلانشة كده، او تبشريها بالمبشرة بتاعت الشيبسي، وبرضه هتديكي نفس النتيجة. وضروري بقى نسخن الفرن قوي قوي قوي، وبعد كده نهديه على درجة حرارة 130.
وما ندخلش الصاج الا لما نهدي الحراره الاول، يعني ما ترفعيش الحراره وتدخلي التوم، هيتحرق منك في ثواني. ده بيتحمص على الهادي خالص خالص، ده هو طريقته كده. وانا بالامانه عملته في التوستر لانه بيبقى اهدى من البوتاجاز. وعلى فكره ما تستغربوش من الصوت، لان فيه صوت هوا فظيع بره، هو ده اللي مأثر على صوت التسجيل. فعملته بقى وفردته زي ما انتوا شايفين في الصاج، وانا بنقي منه على فكره الفصوص برضو. واهو هو كده هو جوه التوستر. شايفين بقى لونه اهو، اخد لون تحميصه خفيفه كده ونشف خالص. اهم حاجه يكون التوم نشف قوي. ولو لقيتي فيه اجزاء طريه طلعيها استبعديها وجمعيها مع الدور اللي هتدخليه بعد كده. وبالامانه انا الدور التاني للمصداقيه زودت الكميه شويه، لان انا عامله كيلو ولقيت نفسي هعمل كتير في الصاج. فيعني زودت الكميه شويه وبقيت افرطه كده، اتعمل معايا وكله نشف، وبقيت امسكه بايدي كده وادور لو في واحده طريه بستبعدها، لان الطري ده هيبوظ لك التوم، هيعمل عفن. فضروري يكون كله متحمص. تمام كده. هي دي كل تكات التوم البودر، انك انت تحمصيه بس ما تحرقهوش عشان طعمه ما يمررش، ياخد اللون الفاتح بس متحمص. وسبته بقى، فردته في يعني في صينية كبيرة كده زي ما انتي شفتي، وسبته يتهوى شوية. ونيجي بقى ايه، نطحنه طبعا يكون بارد خالص. واشغل بقى المطحنة اهي، هيطحن هيبقى بودر خالص لان هو متحمص حلو قوي. وافرم بقى التوم بتاعي. وهي بتطحن كده هقولك ازاي تعملي البصل. البصل يا حبايبي، اشتري البصل المجفف، في بصل مبشور مجفف بيبقى وزنه خفيف وبيوزن كتير. هاتي 100 جرام 125 جرام اللي هو تمن، بيبقى رخيص جدا. وطحنيه، انا ما بعملوش غير كده، بتبقى ريحته نفاذة وتحفة، ولا تتعبي نفسك. هي الطريقة دي اجمل طريقة. انا لو كان عندي مجفف قطع كنت وريته لكم، انما انا طحناه وشايلاه في التلاجة. تمام. وبالنسبة لتفريز التوم، فرصة برضو ان انا اقول لكم، التوم اشتريه هو جديد وسيبيه في الهواء لما ينشف. قص الشواشي بتاعته وحطيه في درج الديب فريزر بس كده، ولا تعملي اي حاجة تاني، ولا تتعبي نفسك وتقشري وتقولي الفريزر ريحته توم. ويعني ثبت كمان ان هو بيفقد فوائده لما بنقطعه وبنفرزه. فرزيه بقشره زي ما هو، بس تخلصي من الشواشي بتاعته. بيقعد معايا بالسنة وبالسنة واكتر، بيفيد عندي كمان، وبيجيب السنة اللي وراها. صدقوني طريقة تحفة، وطلعيه وقشريه هيرجع فريش. بس ما تسيبوهوش بره، يعني انت استخدمي اللي هتستخدميه ورجعيه الباقي الفريزر على طول، عشان لو سبتيه هيبوظ. وبالنسبة للثوم، قلبت معاه يعني بعد الكمية دي كمية توم صافي، قلبت معاها معلقة كبيرة مليانة ملح، وقلبته معاه لأن أنا بدوق التوم اللي احنا بنشتريه البودر بيبقى فيه نسبة ملح، فقلبت معاه بقى ملح. ويتحط ببرطمان ناشف مجفف خالص ناشف، وعلى على باب التلاجة زي ما احنا متعودين. وتجيبي بقى تيكت اسعار وتكتبي عليه من فوق الاسم بتاعه، عشان لما تيجي تستخدمي ما تدوريش كتير، من فوق على غطا البرطمان من فوق. والتوم بتاعنا اتعمل اهو، وكمية كبيرة جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم بالمعلومات البسيطة دي. استودعكم الله واشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.